معالي اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه، النهارده حضرتك ودكتور احمد شعراوي محافظ الدقهليه واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ ووفود من غالبيه محافظات مصر، هذا السرادق الذي لم ارى مثيله من قبل في هذا الحجم وهذا الكم، هل وصلت الرساله لمن يستهدفون مصر في الداخل والخارج من هذا الارتباط؟ انا عاوز اقول رساله للخارج قبل الداخل. اتفضل. انه شوفوا المنظر ده وشوفوا المسلمين والمسيحيين، مش هتقدروا تعملوا معاهم حاجه. المسلمين والمسيحيين في مصر وحده متواحده متكامله، محدش هيفتت عضدهم ابدا ان شاء الله بمشيئه الله سبحانه وتعالى. اديك شفت ابناء محافظه الدقهليه وابناء محافظه البحيره وابناء محافظه بورسعيد وابناء محافظه كفر الشيخ والمنوفيه، كلهم كانوا موجودين في السرادق بيقدموا، مش عارفين بعض، ما يعرفوش بعض، لكن كلهم جايين لهدف واحد ويدوا رساله للعالم كله ان دي مصر، ان دي مصر. ومثلوا هذا بالساده المحافظين، سياده الدكتور احمد شعراوي محافظ الدقهليه وسياده اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، جايين بيقولوا بنفسهم بالرغم من المتاعب الموجوده، لكن جايين يقولوا احنا جايين نيابه عن محافظات المجاوره، نيابه عن الشعب كله وعن ابناء محافظات الدقهليه كلها، جايين بنقدم واجب العزاء ونقول ان شاء الله دي اخر الاحسان. رساله سعادتك وسيادتك قياده امنيه ولك رؤيه، الرساله للمواطن المصري، هل مطلوب منا جميعا ان نكون في منتهى اليقظه الان؟ المفروض طبعا حاليا ان احنا نعي جميعا ما يحاك لنا من مؤامرات، وان كل واحد يعلن عن اي شخص غريب موجود عنده، اي حاله اشتباه لازم يبلغ الاجهزه الامنيه بيها، اي حاله اي معلومه توصل ليه يحاول يتواصل مع الاجهزه الامنيه ويقول لهم ان في شخص غريب موجود معانا، احنا عاوزين نعرفه. الاجهزه الامنيه لها دور محوري ورئيسي في تحديد الشخص، في تحديد هويته، في تحديد انتماءاته، في تحديد فكره اللي كان هدام او يعني يعتزم او ينتوي ان هو يعمل عمل تخريبي من عدو. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.